شهدت العاصمة الأردنية عمان ومدن أخرى تظاهرات شارك فيها المئات احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية. وردد المشاركون هتافات تدعو لإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية. التفاصيل في التقرير التالي. لوح بيدك، لوح هاي حكومة لازم تروح. في جمعة أطلق عليها المنظمون جمعة الغضب الثانية، وفي ذات المكان والزمان هنا في ساحة المسجد الحسيني الكبير وسط عمان انطلقت مسيرتان، واحدة للحركات والتيارات الشعبية المعارضة للحكومة، وأخرى مؤيدة لقراراتها. فبينما احتشد قرابة 2000 شخص منددين بالحكومة الأردنية وقراراتها ومطالبين بإسقاط رئيسها نسور بعد أن خذل الأردنيين وتراجع عن كل أفكاره السياسية بحسب تعبيرهم، كان العشرات على الطرف الآخر يرددون شعارات وهتافات تدعم الحكومة والنظام ورجال الأمن الذين وقفوا بين المعتصمين وحالوا دون احتكاك بعضهم ببعض. النظام فقد الأعداد الهائلة من مؤيديه، أنتم كما تشاهدون في الشارع لم يبق معه إلا تجنيد الزعران والحرامية. قبل سنتين ومن هذا المكان وفي مثل هذه المسيرة قلت أنا لهذا النظام: لقد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتزلت وإما اعتزلت. ولكن يبدو أنه لا يريد أن يعتدل ولا يريد أن يعتزل، فتبقى الكلمة الأخيرة للشعب ليقرر إسقاط هذا النظام. جمعة الغضب الثانية، والتي غاب عنها الإسلاميون ومعارضون آخرون، غاب عنها أيضا الشعار الذي تردد في الأيام القليلة الماضية، وهو المطالبة بإسقاط النظام. فبعض المشاركين أكد على عدم إعادة طرح الشعار، موضحا في الوقت نفسه الأسباب التي دعت بعض الأردنيين في الشارع إلى تبنيه والمناداة به. نحن من حيث المبدأ ضد إسقاط النظام، لكن عدم استجابة النظام للمطالب الشعبية قد تؤدي بالحالة الشعبية إلى أن تفرض هذا الشعار ويزداد. مراقبون للمشهد الأردني اعتبروا أن تراجع حدة الاحتجاجات التي شهدها الأردن خلال ال10 أيام الماضية تعني أنه قد تخطى المرحلة الصعبة وأثلج صدر المسؤولين الأردنيين، واحتمالية العودة عن قرار رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية قد بات في عداد الماضي. فيما يرى آخرون أن هذا التراجع ليس إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة، سيما وأن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الإعداد والتحضير لأكبر وأضخم المسيرات والمقررات في 30 من هذا الشهر بقيادة الإخوان المسلمين والجبهة الأردنية للإصلاح أصبحت في مراحلها النهائية. في جمعة الغضب الثانية وعلى خير وسلام انفضت مسيرة المعارضة ومسيرة الموالاة دون احتكاكات أو أعمال عنف تذكر، ويبقى الأردنيون بانتظار الجمعة القادمة وما ستسفر عنه. قاسم ملكاوي، روسيا اليوم، عمان.